السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل الكنافة البلدي وهنعملها بطريقة سهلة جدا وعلى عين البوتاجاز. لازم بقى تجربيها، بجد طالعة تحفة. وكمان لو حابة تعملي كمية كبيرة هقولك ازاي تفرزيها. خيوطها رفيعة وكمان طرية بعد السوا. كل الخطوات دي هنعرفها مع بعض ان شاء الله. بس يا ريت تتابعيني للاخر، ويا ريت بقى لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الكمية اللي انتوا شفتوها معايا في الأول كده من 3 كوبايات دقيق. كل كوباية دقيق هنعملها قصادها كوباية مية. أنا الأول نزلت بالدقيق، والدقيق أنا نخلاه في الأول، وعلى الدقيق رشة ملح وكوباية إلا ربع من النشا. قلبت بقى المكونات الجافة كلها مع بعض، وبعد كده هنزل بالزيت. معايا كده معلقتين زيت، ما نكترش في الزيت. وبعد كده انا كل كوبايه دقيق زي ما قلت لك قصادها كوبايه ميه، بس انا مش هنزل بالثلاث كوبايات كلهم مره واحده. انا بقيت كده ربع الكوبايه، علشان لو العجينه احتاجت معايا ميه انزل بقى واحده واحده. علشان القوام يظبط معانا وما يجيش خفيف ننزل بالميه واحده واحده. عجينه النهارده هي نفس عجينه القطايف اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. عجينه الكنافه ما فيهاش خميره، هي ميه ودقيق وملح ونشا ومعلقتين زيت. العجينة احتاجت بقى معايا مية، نزلت ببقية المية وهقلب بقى على طول كده بالمضرب. تقدري تعملي الخطوة دي في الخلاط لو انت حابة، هتعمليها بقى في الخلاط مش هتاخد معاكي دقيقة واحدة. ولو عملتيها بالمضرب برضو هي دقيقة واحدة. اهم حاجة ان هي ما تعملش كتل عجين. هي كده العجينة احتاجت معايا المية كلها، يبقى كده المية قد الدقيق. هتضيفي بقى 3 كوبايات دقيق قصادهم 3 كوبايات مية. كل ما هتضيفي دقيق هتضيفي قصاده مية، يعني المية قد الدقيق. وادي بقى القوام المظبوط. علشان كمان نعرفه مظبوط ولا لا بنجيب معلقة وبنحطها في العجين ونشوف كده المعلقة. لو المعلقة شايلة عجين كده زي ما انتوا شايفينها كده يبقى كده القوام المظبوط. لو حطينا المعلقة وما شالتش معانا عجين يبقى كده قوامها خفيف، محتاجة ان انت تضيفي لها معلقتين دقيق وتقلبيها تاني. ولو حسيتي ان القوام تقيل شوية ضيفي معلقة مية وقلبي. وكمان علشان نتأكد ان هي ما فيهاش كتل عجين بنعديها من المصفى. عجينتها سهلة خالص، وفي أقل من دقيقة بنكون خلصنا العجين. بس أهم حاجة إن احنا نخلي القوام مظبوط، يعني ما نخليش القوام خفيف علشان ساعة ما نرش الكنافة ما تنزلش معانا زي المية، وما نخليهاش تقيل قوي علشان بس الكنافة تبقى طرية بعد السوا وكمان تعمل خيوط رفيعة. الخطوات دي احنا هنعرفها ساعة التسوية. لازم بس ان احنا نصفي العجينة. شايفين بقى العجين اللي هو فوق في المصفى، هو ما فيهوش قطع عجين، بس لازم نصفيه علشان ما يبقاش يسد معانا الفتحة اللي احنا بنرش منها الكنافة. بعد كده انا هسيب العجينة تريح 10 دقايق. هي ما فيهاش خميرة بس لازم ان احنا نريحها. بعد كده بنجهز بقى الازازة اللي احنا هنصب بيها الكنافة او كيس نايلون، بس لازم نقطع فتحة كده بسيطة. ولو هتعمليها في ازازة بتجيبي بقى غطا الازازة، بتعمليه بدبوس او بإبرة على النار او بأي حاجة عندك رفيعة. سخنيه شوية على النار وبعد كده اعملي فتحة واحدة في غطا، والغطا التاني 3 فتحات جنب بعضيهم. اعملي كذا واحد علشان لو واحد عطل معاكي تركبي التاني. بعد كده بصب بقى العجينة في الازايز، وبعد كده بنقفل بقى الازازة وبنربط عليه كويس علشان ما يخرجش منه عجين خالص. انا كده مليت 2 واتبقى معايا عجين غطيته. تقدري بقى تعبيه الكمية كلها لو انت حابة. بعد كده بنيجي بقى على النار ونحط اكبر صينية في الطقم، وبنسيبها لما بتسخن، وبننزل فيها نقطة زيت واحدة وبنمسحها بالفرشة او بالمنديل. هنمسح الصينية علشان ما تلزقش معانا. ده لو هتعمليها في صينية ألمونيا. لو هتعمليها في حاجة تفال فطبعا مش هتلزق معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة ان احنا نرش الكنافة بعد ما الصينية بتسخن. يعني لو رشتيها كده وانتي مسحاها زيت ولسه ما سخنتش مظبوط هتلاقي برضو الكنافة لزات. مش شرط خالص ان انتي اول واحدة ترشيها تيجي معاكي مظبوط، يعني ايدك هتاخد كده على الرش وهيطلع معاكي مظبوط. لو عايزة بقى خيوط الكنافة تبقى رفيعة ما تضغطيش قوي على الازازة وانتي بترشي. بتسيبيها بقى لما بتشمع، يعني هي ثانية واحدة وبتلاقيها شمعت. بعد كده بتلميها على طول، ولو لقيتيها هتلزق معاكي بتمسحيها مسحة تاني بالزيت وبعد كده بترشيها. واهم حاجة بقى طريقة الرش بتيجي من جوه لبره، وضيقي الخيوط شوية، ولو عايزة تعيدي عليها كده عيدي، يعني تقليها شوية. بس اللهم بارك هي كده كانت جميلة جدا وما خدتش وقت خالص.
يعني 3 كوبايات دقيق ما خدوش معايا على النار كده 5 دقايق، كنت خلصت بقى الكمية كلها. على طول على ما بحطها بلمها على طول، يعني هي الصينية لو سخنت خلاص على كده هتخلص لك الكمية. اول بقى ما الصينية بتسخن بنوطي النار خالص وبنرش الكنافة ثانية وبنطلع، بنرش غيرها وثانية وبنطلع، يعني 5 دقايق بالظبط هتكوني خلصتي الكمية. يعني ما تقلقيش، انت مش هتعفي وقت طويل، وكمان لو تعبتي تقدري تريحي وتعمليها في اي وقت تاني علشان هي ما فيهاش خميرة. لو لقيتي غطا الازازة بينزل شوية خيوط وبعد كده بيسد، هقولك بقى ان الفتحة ضيقة خالص، وسعيها شوية، يعني حمي الدبوس او الابرة على النار وسعيها تاني. وعايزاكي بقى تعملي كذا غطا يعني يبقى موجود عندك، يعني واحد عطل تركبي التاني زي ما قلتلك في الاول. ادي بقى شكل الكنافة بجد تحفة، يعني خيوط رفيعة خالص طرية وشكلها اللهم بارك زي اللي احنا بنشتريها ويمكن احلى بكتير. بنلمها على طول اول ما بتشمع، ما بنخليهاش وقت اطول علشان ما تنشفش وكمان ما تديناش لون كده مش حلو للكنافة. اول ما بتشمع هي بتستوي وبتطلع على طول. نقدر نتقل الكنافة واحنا بنرشها، بس انا مش حابة ان انا اتقلها، يعني هي رشة واحدة واطلعها. بس لو انت حبيتي تقليها عادي خالص، يعني هي بتشمع وبعد كده بترشي عليها تاني. اول بقى ما بتشمع مش هتتلزق خالص لبعضيها، يبقى كل خيط برضو لوحديه. ادي بقى الكمية اللي انا سويتها، خيوطها رفيعة وكمان طرية بعد السوا، اللهم بارك، غير ريحتها تحفة بجد. طريقتها سهلة ومش متعبة، وكمان حلوة للناس اللي هي قاعدة برا مصر. طريقتها سهلة، وكمان لو عاملة كمية وتعبتي تقدري تسيبي العجينة وتريحيها عادي خالص علشان هي ما فيهاش خميرة. ولو لقيتيها بتلزق مسحة زيت، هي الفرشة اللي مسحنا بيها نمسح بيها كذا مرة الصينية، يعني ما بننزلش الفرشة تاني في الزيت. وانتي بترشي بقى الكنافة ترفعي الازازة لفوق، يعني ما تبيليش الازازة لتحت علشان ما تاخدش معاكي الكنافة اللي مرشوشة في الصينية. ولو عاملة كمية كبيرة حابة تفرزيها بتصبري بقى عليها لما تبرد، يعني بتفرشيها كده على الفوطة وتسيبيها لما تتهوى شوية وبعد كده بتلميها في العلب. ولو هتعمليها على طول بتقلبيها في معلقتين سمنة بلدي، افرديها في الصينية زي ما هي، يعني ما تحاوليش ان انت تقطعي الكنافة. الكنافة البلدي ما بتتقطعش خالص، يعني مش زي الشعر. وبعد كده هتحطي بقى في الوسط كده المكسرات اللي انت عايزاها، وبعديها طبقة كمان على الوش ومعلقة سمنة بلدي بقى على الوش، ودخليها الفرن. بتبقى مجهزة الشربات قبليها بنص ساعة، اول ما تخرج من الفرن على طول الكنافة بتكون سخنة والشربات بيكون بارد. اللهم بارك، هتاكلي احلى كنافة، هتبقى مقرمشة من بره وكمان طرية من جوه وشاربة الشربات. بس ما تكتريش شربات، يعني هي ما بتاخدش شربات كتير ولا سمنة كتير، يعني هي عكس الكنافة الشعر. وحلقة النهاردة خلصت، بتمنى بقى ان يكون شرح بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد.